هما فينا من العنصريه اللفظيه والعنصريه الميدانيه. رانا اذا ما قدينا نحن نحاربوها راهو ما قاد يخلق شيء، وبالتالي رانا ما نقدروا نطلبوا من الناس عنها تفصل معانا ولا تقول لنا كلمه فيها عنصريه، وعنه عهد الجاهليه قد ولى، عهد الجاهليه قد ولى، عهد الجاهليه ما فيها. فينا من العنصريه اللفظيه والعنصريه الميدانيه. رانا اذا ما قدينا نحن نحاربوها راهو ما قاد يخلق شيء، وبالتالي رانا ما نقدروا نطلبوا من الناس عنها تفصل معانا ولا تقول لنا كلمه فيها عنصريه، وعنه عهد الجاهليه قد ولى، عهد الجاهليه قد ولى، عهد الجاهليه ما فينا راجعين له، واللي عادوا يامس خطفونا وسرقونا وعدوا ذاك لجدودنا ومارسوا عليهم العبوديه ومارسوا عليهم الاقصاء ومارسوا عليهم الظلم وقتلوهم وسرحوهم وبطوهم ولا خمس معدلوا لهم. عنه اليوم راهم ما يقد حدث وهو من هو. الله يذكرنا بذاك التاريخ، الله يذكرنا به، الله يردنا للماضي ما يقد، الله يردنا للماضي ما يقد، ولا نتحداو مهما كان مستواهم ومهما كانوا اللي قد عدلوا ومهما كان قوتهم. نحن اليوم احرار وخلاونا مالت يامس احرار وخلاونا بات نساوي لك احرار، وجينا للتراب احرار عانوا ونطلع على كرعيهم، ونحن بنينا الخيام نطالبوا الاحترام ونطالبوا المناصفه ونطالبوا عنه العنصريه تنقلع من المجتمع. جايسين ذيك العقول اللي مازالت تفكر واللي مازال حاجه لها عنها تقد تقصينا احنا اليوم، وبالتالي نشكركم. اهلا بكم متابعينا والسلام عليكم ورحمه الله. تشير التقارير الحقوقية والشهادات من داخل مخيمات تندوف إلى وجود ممارسات تمييزية وعنصرية ممنهجة، خاصة ضد الصحراويين ذوي البشرة السوداء الحراطين، وهو ما يدفع العديد منهم للمطالبة بالعودة إلى المغرب أو الاستغاثة بالمنظمات الدولية. مظاهر العنصرية والتمييز في مخيمات تندوف. تتعدد أشكال المعاناة التي يواجهها ذوو البشرة السوداء في المخيمات، وتشمل الإقصاء السياسي والعسكري. يحرم ذوو البشرة السوداء من الوصول إلى الرتب العسكرية العليا أو تولي مناصب سياسية وإدارية قيادية داخل جبهة البوليساريو. التهميش الاقتصادي والاجتماعي. يجبرون غالبا على ممارسة الأعمال الشاقة، ويعانون من ضعف الوصول إلى المساعدات الإنسانية مقارنة بالأقارب والموالين للقيادات، مما يجعلهم الفئة الأفقر في الهيكل الاجتماعي للمخيمات. الاسترقاق والعبودية. وثقة منظمات مثل هيومن رايتس وواتش وجود بقايا لممارسات الاسترقاق، حيث تظل بعض الأسر مرتبطة بروابط تبعية تاريخية تفرض عليها التزامات معينة. الاحتجاجات والحراك. شهدت المخيمات مؤخرا في عامي 2023 و2026 احتجاجات واعتصامات أمام مقر الرابوني تنديدا باعتداءات عنصرية، كان آخرها احتجاجات ضد إهانات لفظية عنصرية وجهها مسؤولون في الجبهة لفنانين ونشطاء. المطالبة بالعودة إلى المغرب. يرتبط ملف العنصرية في تندوف بقضية العائدين إلى المغرب، حيث نداء الوطن غفور رحيم يستغل العديد من سكان المخيمات
خاصة الفئات المهمشة، النداء الملكي المغربي للفرار من الظروف القاسية والعودة إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة. المقارنة التنموية. تشير تقارير إلى أن المقارنة بين انعدام الحقوق في تندوف وبين مشاريع التنمية في مدن مثل العيون والداخلة تزيد من رغبة المحتجزين في الالتحاق بالمغرب لضمان العيش الكريم والكرامة الإنسانية. شهادات العائدين. نقل العديد من الذين نجحوا في العودة إلى المغرب قصصاً عن الفرز القبلي والتمييز اللوني الذي يمارسه قادة المخيمات للسيطرة على السكان. وللتوضيح أكثر إخواني أخواتي، أولاً الجذور الاجتماعية. نظام الطبقية القبلية. تبنى الحياة في مخيمات تندوف على هيكل قبلي تقليدي صارم، حيث تسيطر قبائل معينة على مفاصل السلطة والموارد. تسمية الحراطين. يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى ذوي البشرة السوداء، وفي المخيمات غالباً ما ينظر إليهم كطبقة أدنى. الفرز السكاني. يتم توزيع الخيام والمساعدات أحياناً بناء على الولاء القبلي، مما يترك الفئات المهمشة خاصة السود في أطراف المخيمات وبظروف معيشية أصعب. ثانياً العبودية المقنعة، ممارسات الاسترقاق. رغم الشعارات السياسية، إلا أن تقارير دولية مثل تقرير هيومن رايتس ووتش وشهادات لمنظمة فرانس ليبرتي أكدت وجود حالات عبودية وراثية. وثائق الملكية. وجدت حالات يتم فيها توريث الأفراد من ذوي البشرة السوداء داخل عائلات نافذة كعمال صخرة. الحرمان من الوثائق. في بعض الحالات يحرم هؤلاء من وثائق الهوية المستقلة، مما يجعل تنقلهم أو هروبهم من المخيمات أمرا شبه مستحيل دون إذن أسيادهم. ثالثا التمييز السياسي والعسكري. هناك سقف زجاجي يمنع ذوي البشرة السوداء من الترقي. قيادة الجبهة. إذا نظرت إلى الأمانة العامة أو المكتب التنفيذي للبوليساريو عبر العقود الماضية، ستجد غيابا شبه تام لذوي البشرة السوداء في مراكز صنع القرار الحقيقي. المهام القتالية. غالبا ما يدفع بهم إلى الخطوط الأمامية أو الأعمال الشاقة في حفر الخنادق والخدمات اللوجستية، بينما تظل الرتب الرفيعة حكرا على نخب قبلية محددة. رابعا الدافع للعودة إلى المغرب. لماذا الأقاليم الجنوبية؟ العنصرية في تندوف هي المحرك الأساسي لتيار العودة، وذلك لعدة أسباب. الاندماج الاجتماعي. في المغرب يتمتع المواطنون من الأقاليم الجنوبية بكافة حقوق المواطنة بغض النظر عن اللون، وهناك تمثيل واسع لذوي البشرة السوداء في البرلمان والمجالس المحلية والوظائف العمومية. الأمن القانوني. يوفر الدستور المغربي حماية ضد التمييز العنصري، وهو ما يفتقده المحتجزون في تندوف الذين يخضعون لقانون الغاب القبلي. النموذج التنموي. المقارنة بين تندوف، خيام، نقص مياه، تمييز، وبين الداخلة والعيون. بنية تحتية، جامعات، مستشفيات، تجعل العودة خيارا وجوديا وليس سياسيا فقط. خامسا ردود الفعل الدولية والمحلية. احتجاجات الرابوني. في السنوات الأخيرة خرجت مظاهرات نددت بعنصرية القيادة، وطالبت بمساواة حقيقية في توزيع المساعدات الدولية التي يتم تحويل جزء كبير منها للسوق السوداء من قبل المتنفذين. الموقف الحقوقي المغربي. تستخدم الجمعيات الحقوقية المغربية هذه الملفات في الأمم المتحدة للمطالبة بفتح المخيمات والسماح للسكان بالتعبير عن رغبتهم في العودة دون ترهيب عسكري. زيادة على هذا، كما سلف الذكر، تشهد مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر في الآونة الأخيرة تصاعدا في الاحتجاجات والتوترات الناتجة عن تدهور الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة وتزايد الرغبة في العودة إلى المغرب، خاصة بعد قرارات مجلس الأمن الأخيرة ودعوات العاهل المغربي للعودة إلى الوطن. ظاهرة العنصرية والانتهاكات في المخيمات. أشارت تقارير إعلامية وحقوقية إلى وجود ممارسات تمييزية وانتهاكات داخل المخيمات، من أبرزها احتجاجات ضد التمييز. رصدت بعض المصادر انتفاضات من فئات داخل المخيمات ضد ما وصفوه بعنصرية قيادة البوليساريو وتهميشهم. القمع والاعتقالات. شنت جبهة البوليساريو حملات اعتقال واسعة طالت شبابا ونشطاء عبروا عن رغبتهم في مغادرة المخيمات والعودة إلى المغرب، مع تسجيل حالات اختفاء قسري وتضييق على حرية التنقل. الحصار العسكري. ذكرت أنباء عن تدخل الجيش الجزائري لمنع محاولات العودة الجماعية للصحراويين إلى وطنهم الأم المغرب بالقوة.
المطالبة بالرجوع للمغرب، نداء الوطن. تزايدت الأصوات المنادية بالعودة إلى الأقاليم الجنوبية المغربية مدفوعة بعدة عوامل. 1. الخطاب الملكي. وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس نداء صريحا في أكتوبر 2025 لسكان المخيمات لاغتنام الفرصة التاريخية للم الشمل، مؤكدا أن العائدين سواسية مع بقية المواطنين. 2. مبادرة الحكم الذاتي. يرى الكثير من سكان المخيمات في مقترح الحكم الذاتي حلا يضمن الكرامة والمشاركة في تدبير الشؤون المحلية بعيدا عن ظروف اللجوء القاسية، وقد كشفت مبادرة رقمية عن رغبة 138 شخصا من المخيمات في العودة. 3. الدعم الدولي. ساهم الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء وقرار مجلس الأمن رقم 2797 في تعزيز قناعة سكان المخيمات بعدم جدوى الاستمرار في وضعية اللجوء التي استمرت لنحو 50 عاما. 4. المبادرات الرقمية. كشفت بعض المبادرات المدنية عن رغبة مئات الأشخاص بشكل علني في العودة رغم المخاطر الأمنية التي قد يواجهونها من قيادة المخيمات. وبذلك يمكن الإقرار إخواني أخواتي أن الولايات المتحدة الأمريكية تعبر عن موقفها من الأوضاع في مخيمات تندوف بشكل رئيسي من خلال التقارير السنوية لوزارة الخارجية حول حقوق الإنسان، والتي تسلط الضوء على الانتهاكات والتمييز القائم هناك. إليك أبرز ملامح الموقف والرأي الأمريكي بخصوص هذا الملف. توصيف الوضع الحقوقي. تشير تقارير وزارة الخارجية الأمريكية إلى وجود انتهاكات جسيمة في المخيمات التي تديرها جبهة البوليساريو على الأراضي الجزائرية. تشمل هذه التقارير إشارات إلى غياب المحاسبة والقيود على حرية التعبير والتنقل والتدخل في الخصوصية، التمييز ضد ذوي البشرة السمراء. رصدت تقارير حقوقية دولية تعرض أمام هيئات أممية في نيويورك وجنيف ممارسات تمييز عنصري ممنهج داخل المخيمات، حيث يمنع ذوي البشرة السمراء من الوصول إلى مراتب عسكرية عليا ويجبرون على ممارسة أعمال شاقة. وتعتبر واشنطن من خلال دعمها للمواثيق الدولية أن حماية الحقوق يجب أن تشمل الجميع دون تمييز. قضية العبودية. أبدى ممثلون عن منظمات حقوقية في مداخلات بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قلقهم من استمرار ممارسات شبيهة بالعبودية في تندوف، وهي قضايا تتابعها التقارير الأمريكية المعنية بالاتجار بالبشر وحقوق الأقليات. الموقف السياسي وعلاقته بالعودة. تدعم الولايات المتحدة حل الحكم الذاتي المغربي الذي تصفه بالجدي والواقعي وذي المصداقية، ويرتبط هذا الموقف ضمنا برؤية واشنطن لإنهاء معاناة سكان المخيمات من خلال حل سياسي يضمن عودتهم بكرامة إلى وطنهم، وهو ما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الأخيرة مثل القرار رقم 2797 في أكتوبر 2025 التي تدعو للأخذ بمبادرة الحكم الذاتي كمسار تفاوضي. المسؤولية القانونية. تؤكد الولايات المتحدة في سياقات مختلفة أن المسؤولية القانونية عن أي انتهاكات تقع على أراضٍ تخضع لسيادة دولة ما، في هذه الحالة الجزائر، تقع على عاتق تلك الدولة، بما في ذلك حماية اللاجئين من التمييز. للتوضيح أكثر في الموضوع إخواني أخواتي، موقف الاتحاد الأوروبي. يعبر الاتحاد الأوروبي باستمرار عن قلقه بشأن أوضاع حقوق الإنسان داخل المخيمات، وخاصة قضية اختلاس المساعدات الإنسانية التي كشفها المكتب الأوروبي لمكافحة الغش في تقارير سابقة. يطالب البرلمان الأوروبي في قراراته بضرورة إجراء إحصاء رسمي لسكان المخيمات، وهو ما ترفضه قيادة البوليساريو، حيث يرى الأوروبيون أن غياب الإحصاء يساهم في استمرار الانتهاكات والتمييز. تدعم دول وازنة في الاتحاد مثل إسبانيا وفرنسا وألمانيا مبادرة الحكم الذاتي، وتصفها بالأساس الأكثر جدية لتسوية هذا النزاع الطويل الذي استمر لنحو 50 عاما. موقف الأمم المتحدة. تصدر الأمانة العامة للأمم المتحدة تقارير سنوية تسلط الضوء على التحديات الأمنية والمعيشية، وتحث فيها على احترام حقوق الإنسان لجميع القاطنين في تندوف. يؤكد مجلس الأمن في قراره رقم 2797 على ضرورة التوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول، ويشيد بالجهود المغربية الجادة لمعالجة الملف. تدعو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى حماية الفئات الهشة
وتشدد على حق الأفراد في حرية التنقل، وهو ما يتقاطع مع مطالب العودة إلى الوطن. أوجه الاختلاف والالتقاء. تلتقي جميع هذه الأطراف على أن استمرار الوضع القائم غير مقبول إنسانيا، وتشيد أغلبها بمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي. تنفرد واشنطن بوضوح أكبر في تقاريرها السنوية حول تفاصيل التمييز العنصري والانتهاكات الفردية، بينما يميل خطاب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الصبغة الدبلوماسية العامة مع التركيز على الجوانب الإغاثية والقانونية الدولية. وما زاد الوضع فداحة، فهناك تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش أولاف كشف المكتب في تقرير شهير أن كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والأدوية التي يرسلها الاتحاد الأوروبي لا تصل إلى مستحقيها، بل يتم تحويل مسارها لتباع في أسواق دول الجوار. أوضح التقرير أن هذه العمليات استمرت لسنوات طويلة نتيجة غياب إحصاء دقيق لعدد السكان، مما سمح لقيادة البوليساريو بتضخيم الأرقام لطلب مساعدات فائضة عن الحاجة. موقف البرلمان الأوروبي. يثير النواب الأوروبيون بانتظام قضية التربح من معاناة اللاجئين، ويطالبون بآليات مراقبة صارمة لضمان وصول الدعم إلى الفئات الهشة، خاصة الأطفال والنساء. صادق البرلمان على توصيات تدعو إلى ربط استمرار المساعدات بإجراء إحصاء شامل تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو مطلب يهدف لكشف التلاعب بالديمغرافية داخل المخيمات. تداعيات الاختلاس على الوضع الإنساني. يؤدي هذا النهب الممنهج إلى تفاقم الأزمات الصحية مثل فقر الدم ونقص التغذية، وهو ما يعزز حالة اليأس التي تدفع الكثيرين للمطالبة بالرحيل والعودة إلى المغرب. ترى تقارير أوروبية أن الأموال الناتجة عن بيع هذه المساعدات تستخدم في تسليح الجبهة بدلاً من تحسين الظروف المعيشية، مما يطيل أمد النزاع الذي تجاوز 4 عقود ونصف. إليك التفاصيل المتعلقة بالردود الرسمية حول اتهامات الاختلاس وربط هذه الظاهرة بممارسات التمييز العنصري. أولاً، الردود الرسمية على اتهامات الاختلاس. موقف الجزائر وجبهة البوليساريو. تنفي قيادة البوليساريو والجزائر هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وتصفها بالدعاية المغرضة التي تهدف إلى تسييس العمل الإنساني. تدعي هذه الأطراف أن المساعدات توزع بشفافية، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية النقص الحاد في المؤن نتيجة تراجع التمويل العالمي. تفنيد المنظمات الدولية. رغم الإنكار، أكدت تقارير أممية وأوروبية أن عدم السماح بإحصاء السكان يبقى العائق الأكبر أمام التحقق من ادعاءات البوليساريو، حيث يستخدم هذا الغموض لتبرير الحاجة لدعم لا يتناسب مع العدد الحقيقي للقاطنين. ثانياً، ربط الاختلاس بظاهرة العنصرية والتمييز. يوجد ترابط وثيق بين نهب المساعدات والممارسات التمييزية داخل المخيمات. الولاء قبل الحاجة. تعمد قيادة المخيمات إلى توزيع المساعدات المتبقية بعد الاختلاس بناء على الولاء القبلي والسياسي، حيث تحرم الفئات المهمشة وخاصة ذوي البشرة السمراء من حصصهم العادلة، مما يعمق الشعور بالعنصرية تجاههم. الاستغلال والعبودية. تشير شهادات عائدين إلى المغرب إلى أن الفئات التي تتعرض للتمييز العرقي تجبر على العمل في مشاريع خاصة للقيادات مقابل فتاة من المساعدات الدولية، وهو ما يصنف ضمن الممارسات الشبيهة بالعبودية. الإقصاء من الخدمات. يتم توجيه المساعدات النوعية مثل الأدوية والمنح الدراسية لنخبة معينة، بينما تبقى الفئات التي تعاني من التمييز في مواجهة مباشرة مع الجوع والمرض، مما يغذي الرغبة الجماعية في الهروب والعودة للمغرب لنيل حقوق المواطنة الكاملة. أضف إلى ذلك متابعينا، إليكم ملخص لشهادات حية أدلى بها عائدون من مخيمات تندوف إلى المغرب. شهادات حية من قلب المخيمات. التمييز القبلي والعرقي. يحكي عائدون كيف تقسم المساعدات بناء على الانتماء القبلي، حيث تستحوذ قيادات معينة على المواد الغذائية الأساسية، بينما يترك ذوي البشرة السمراء لمواجهة مصيرهم، مما يؤكد استفحال العنصرية الممنهجة. أفاد نشطاء عبروا الحدود بأنهم شاهدوا كيف تباع الأدوية التي تحمل شعارات منظمات دولية في أسواق مدينة تندوف، في وقت يموت فيه الأطفال داخل المخيمات بسبب غياب اللقاحات البسيطة. العمل القسري والاستغلال.
تتحدث بعض الشهادات عن إرغام شباب من فئات اجتماعية مهمشة على رعي الماشية أو العمل في البناء لصالح مسؤولين في الجبهة دون أجره، ويتم تهديدهم بقطع الحصة الغذائية عن عائلاتهم إذا اعترضوا. يصف العائدون هذه الممارسات بأنها عبودية عصرية تمتد لعقود، حيث يعامل مئات الأشخاص كمواطنين من الدرجة الثانية. رحلة الهروب نحو الوطن. يروي أحد العائدين كيف خاطر بحياته لتجاوز الحزام الأمني هربا من جحيم العنصرية والفقر، مؤكدا أن نداء الملك إن الوطن غفور رحيم كان الحافز الأكبر لترك حياة اللجوء التي استمرت لأكثر من 45 عاما. تؤكد هذه الشهادات أن الحياة في مدن العيون والداخلة تمنحهم كرامة وحقوقا لم يعرفوها طوال سنوات الحصار في تندوف.